أهلا بيك. أنا الدكتور محمد اليماني، ودي قناتكم طبيب الأسرة، وده اللايك والاشتراك بتاعكم في القناة. هتكلم النهاردة يا جماعة عن واحدة من أخطر المشاكل الصحية المنتشرة جدا، ممكن تكون عندي وعند حضرتك وعند حضرتك وعند أطفالنا كمان. إيه هي مقاومة الأنسولين؟ نتكلم الأول ببساطة يعني إيه مقاومة الأنسولين؟ ببساطة يا جماعة مقاومة الأنسولين يعني جسمك ما بقاش يستجيب للأنسولين كويس، والأنسولين ده هو المفتاح اللي بيفتح الخلايا عشان يدخل لها الجلوكوز، طاقة يعني. طيب الخلايا دي لو عندت الخلايا دي مثلا وما استجابتش، إيه اللي هيحصل؟ البنكرياس اللي هو بيفرز هرمون الأنسولين هيضطر ان هو يفرز انسولين اكتر واكتر، مستوى بيعلى فترة، يبدأ الجسم يتعب ويدخل في لخبطة ومشاكل، بيرتفع نسبة السكر وبيحصل دهون في الكبد وبيحصل زيادة في الوزن حتى لو مش مريض بالسكر. ركزوا معايا كويس جدا، لو عندك علامة، حتى علامة واحدة من العلامات الخمسة اللي انا هتكلم عنها دلوقتي، لازم نركز قوي. لو عندك علامة واحدة من العلامات الخمسة اللي انا هتكلم عنها دي معناها ان عندك مقاومة انسولين. لو اتساب بيدخلنا في مرض البول السكري تايب 2 اللي هو النوع الثاني. ايه اول علامة؟ الكرش يا جماعة او البطن مش راضية تنزل. بص، هو وزنك معقول، تحس ان الانسان وزنه كويس بس عنده بطن قدامه متر مثلا ولا حاجه وما بتروحش. عملت دايت ما عملتش دايت، بلعب رياضه، بروح الجيم، ما بينزلش الايه ده، معناه ان الخلايا بتاعتك مش بتستجيب للانسولين. فالجسم بيخزن دهون، اكتر مكان بيتخزن فيه الدهون هي البطن. تاني علامه من علامات مقاومه الانسولين اللي هو الجوع المتكرر. الجوع المتكرر، وخاصة ان حضرتك اكلت وبعد الاكل بساعة ونص، بساعتين بالكتير، حاسس ان انت جعان، بقيت عصبي، عايز تاكل حاجة مسكرة. على فكرة ده مش جوع حقيقي، لا مش جوع حقيقي، ده بيكون هبوط ارتدادي بيحصل لما الانسولين يرتفع جامد بعد كل وجبة. ثالث علامة، ودي من العلامات الكلاسيكية جدا، ان الانسولين عندك عالي من فترة بس حضرتك مش واخد بالك، اللي هي ايه؟ السمار اللي بيكون فيه اسمرار في الرقبة، اسمرار تحت الإبط، اسمرار بين الفخذين. حضرتك بتروح لدكتور جلدية او غيره، تاخد كريمات والحاجات دي كلها وانت ما تعرفش ان انت عندك علامة كلاسيكية من علامات مقاومة الانسولين. رابع علامة اللي هو زيادة الوزن. انا باكل قليل يا دكتور بس حاسس ان وزني بيزيد. طب ما هو طول ما الانسولين عندك عالي، جسمك في الحالة دي بيكون في وضع تخزين مش في وضع حرق، وده بيخليك تزيد حتى لو اكلتك قليلة. خامس علامة بقى بيكون في عندنا ارهاق، في عندنا النوم ملخبط، تركيز ضعيف، الطاقة بتاعتك قليلة، دماغك مش مصحصحة كده، نومك مش مظبوط. ليه؟ لأن الخلايا بتاعة المخ ما بيكونش واصلها جلوكوز كويس. انت بتعتقد ان الموضوع ده ان انت عندك كسل، بتبدأ تاخد فيتامينات. لا 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 ابدا، ده مش كسل ولا حاجة، ده عرض مهم جدا من اعراض مقاومة الانسولين. طيب في تحاليل معينة يا دكتور محمد نعملها مثلا عشان نتأكد فعلا ان انا عندي مقاومة انسولين؟ في تحليلين، اسهل تحليلين بنعملهم اللي هو الفاستنج انسولين والفاستنج جلوكوز، اللي هو الانسولين الصايم والسكر الصايم. من التحليلين دول بنحسب حاجة اسمها هوما اي ار، اللي هو الهوموستاتيك موديل اسسمنت، ده عشان يقول لنا الجسم بتاعنا مجهود قد ايه بيبذله عشان يسيطر على السكر، ولو في مقاومة انسولين ولا لا. المعادلة ببساطة، الانسولين الصايم بضربه في النتيجة يعني بتاعت الانسولين الصايم اللي طلعت لي من المختبر، بضربها في جلوكوز الصايم برضو اللي هو النتيجة بتاعته، والناتج بقسمه على 405.
لو كان الناتج ده بتاعك اقل من 2، اقل من رقم 2، فبيكون انت انسان طبيعي. لو عندك من 2 ل 2.9 فدي بتكون بداية مقاومة انسولين. اما لو كان اكتر من 3 بقى فبيكون مقاومة انسولين واضحة طبعا. ناس بتسأل مقاومة الانسولين ده يا دكتور لازم يكون عند الناس اللي عندهم السكر؟ لا اطلاقا، مش لازم تكون عند مريض السكر بس، لا بالعكس، دي بتيجي قبل السكر بسنين. لو كشفنا عليه بدري بدري، رجعنا الجسم لطبيعته بالكلام اللي انا هقوله دلوقتي ان شاء الله، هنتجنب تماما تايب 2 من السكر، اللي هو النوع الثاني من السكر. ازاي ارجع بقى مقاومه الانسولين لطبيعتها لو هي عاليه عندي؟ بخطوات هنعملها وكلها بسيطه وفي المتناول، يعني مفيش حاجه فيهم صعبه. اول حاجه يا جماعه ان انا لازم اقلل السكريات والنشويات البيضاء. الخبز الابيض الفينو الجميل دوت اللي هي كلنا بناكله يعني، وده اكبر غلط. عندنا كمان المكرونه، عندنا الحلويات، عندنا العصائر الطازجه، كل ده بيخلي الانسولين بيعلى بسرعه. بنستبدله بقى بالخبز البلدي، بخبز الشعير، بالشوفان، بالرز البني، بالفاكهه نفسها. بدل ما اخد عصير جاهز اخد الفاكهه نفسها. تاني حاجه اللي هو ازود البروتين في كل وجبه. البروتين يا جماعه بيظبط ارتفاع السكر وبيشبع بسرعه على فكره يعني. عندنا زي البيض، زي الاسماك الدهنيه والغير دهنيه، عندنا زي الدجاج، وعندنا برضو البقوليات. تالت حاجة اللي احنا يعني للأسف ما بنعملهاش خالص يعني، وخاصة هذه الأيام، المشي. المشي ده في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. ده المشي ده نص ساعة كل يوم لمدة 7 أيام في الأسبوع. أبسط رياضة وأفضل رياضة وأقوى من أي دواء في تحسين حساسية الأنسولين. ده يا جماعة المشي ده بيخلي الخلايا تستقبل السكر من غير ما تحتاج أنسولين عالي. رابع خطوة أو رابع حاجة بعملها إن أنا أنام نوم كويس. النوم القليل بيرفع الأنسولين وبيقلل حرق الدهون. حاول تنام من 6 ل 8 ساعات، بلاش عملية السهر ده، وبلاش تاكل قبل النوم على الأقل ب8 ساعات. النوم فترة كويسة من 6 ل 8 ساعات في غاية الأهمية. خامس حاجة بقى إن أنا بتابع التحاليل كل 3 أشهر. بعمل اللي هو الجلوكوز الصايم والأنسولين الصايم، وبتأكد من منحنى الهوما اي ار نازل بيتحسن، الدنيا كلها تمام. طيب بالنسبة للأدوية، طبعا مش كل الناس بتاخد الأدوية. لو النتائج بتاعتك عالية، الحالة عالية جدا، مثلا في الحالة دي ممكن الدكتور يكتب لك الميتفورمين اللي هو الاسم التجاري الجلوكوفاج أو سيدوفاج أو على حسب الشركة اللي هي بتعمله. ده طبعا بيزود الحساسية للأنسولين وبيقلل السكر. طيب أعرف منين إن الدنيا بدأت معايا تبقى كويسة والدنيا بدأت تتحسن معايا؟ بدأ الكرش البطن بتاعتي تنزل، نشاط بتاعي بدأ يزيد، مفيش خمول بعد الأكل، الشهية بتاعتي كويسة، والتحاليل طبعا بدأت تتحسن. بكده نكون يعني شرحنا تقريبا موضوع مقاومة الأنسولين ببساطة، تعريفه، امتى أشك فيه، ازاي أعالجه، ازاي أحسن موضوع مقاومة الأنسولين. لو شفت نفسك زي ما قلت لك قبل كده أي علامة من العلامات دي اوعى تستهون بيها، الحق نفسك بدري، هتتجنب مشكلة، مرض هتفضل تاخد علاجه ومحروم من حاجات كتير طول العمر. لو استفدت من الفيديو وحسيت انك استفدت فيه، دعمنا بقى باللايك والشير والحاجات دي كلها، واي سؤال في التعليق احنا تحت امركم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.